السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهات تقديمية خاصة بلاعبي المنتخب المغربي بمونديال قطر 2022. اليوم سنتحدث عن اللاعب عبد الحميد الصابري، لاعب سامدوريا الإيطالي المنضم حديثا للمنتخب المغربي والمكون بمدارس ألمانيا ذو 26 سنة. مساره الكروي شهد لحظات تألق وأخرى تراجع فيها مستواه حتى برز خلال الفترة الثانية من الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي قبل قدوم المدرب الجديد لسامدوريا الذي لم يعد يعتمد على خدمات صابري ضمن شاكلة الفريق. الانضمام للمنتخب المغربي جاء بعد محاولات عديدة لتمثيل ألوان المنتخب الألماني، لكن محاولات صابري باءت بالفشل. بروزه الأخير جعله ضمن خيارات وليد الركراكي للمونديال، كون خصائص اللاعب تقنية جيدة جدا ويمكن أن يفيد المجموعة الوطنية. يكفي أنه مكون على الطريقة الألمانية، فهو يمتاز بالقوة والشراسة في اللعب وله قذافات قوية ويجيد اللعب بكل مراكز وسط الميدان. وللمعلومة فهو يجيد أيضا اللعب كرأس حربة، حيث شغل هذا المركز ضمن فريق نورنبرغ الألماني وأيضا هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. من خلال ظهور عبد الحميد صابر الأخير مع المنتخب فقد سجل نقاط عديدة نال إعجاب المتتبع الكروي المغربي. نتمنى أن نشهد على نفس التألق بقطر خلال منافسات المونديال القادم. إذا كل هذا كان فيما يتعلق باللاعب عبد الحميد الصابري. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم خاص بلاعب آخر من لاعبي المنتخب بالمونديال القادم. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم.